لو بتخافي تعملي الرز المعمر الفلاحي، تعالي النهارده اقولك ازاي تعمليه بطريقه بسيطه جدا جدا، وهيطلع معاكي الطعم حكايه. وكمان ازاي نسويه كويس جدا، وكمان ازاي نطلع اللون بتاعه بالجمال ده من غير ما تنشف منك القشطه ومن غير الرز ما يشربها، ويطلع معاكي طري جدا وخطير جدا يا جماعه. زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم الريحه جامده جدا جدا. وكل ده هنسويه بقى في فرن البوتاجاز بتاعنا العادي، يعني مش محتاجين بقى فرن فلاحي ولا اي حاجة. يلا بسرعة نسمي الله ونشوف مع بعض الطريقة بتاعتنا. هجيب طاجن الفخار بتاعي. طبعا لو انتي مش عندك، استخدمي اي صينية عادي خالص. انا ساعات كمان بعمله في طاجن البايركس، بيطلع حلو جدا، بس انا طبعا بحب اعمله في الفخار علشان اخد الشكل والطعم وكل حاجة. عندي بقى هنا 4 كوبايات من الرز المصري، غسلتهم كويس جدا وصفيتهم. وطبعا مش بنقعه ومش بغسله قبلها بفترة واسيبه علشان ما يتكسرش معايا. يعني بمجرد ما اغسله واصفيه بحطه على طول في الطاجن. وزي ما انتم شايفين لازم الرز بتاعي يكون نص الطاجن، علشان لسه طبعا هنضيف سوائل ولسه الرز بتاعنا هيزيد وهيستوي. يبقى ايا كان كده الرز بتاعنا هنحطه في صينية او طاجن يكون نص الصينية كده، علشان نديله فرصة ان هو يزيد براحته. ضفت عليهم بقى معلقتين كبار من السمنه البلدي، ولو مش موجوده عندك حطي النباتي، بس طبعا طاجن رز معمر يبقى سمنه بلدي على طول. وضفت كمان معلقه كبيره من الزيت علشان تخليه كده مفلفل معايا. وضفت معلقه صغيره من الملح، وزيها معلقه صغيره من السكر او العسل الابيض. معلقه العسل الصغيره دي مش بتخليه مسكر، لكن بتديله ريق حلو كده وبتخليه طعمه مظبوط جدا مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها، وكمان بتديله لون حلو في الاخر. غلفت الرز بتاعي كويس جدا بالسمنه والزيت والسكر او العسل والملح زي ما انتم شايفين. طبعا دي خطوه مهمه جدا علشان تطلع الرزايه كده طعمها حلو ومتغلفه حلو جدا. طبعا كان المفروض ان انا ادهن الطاجن بتاعي معلقه سمنه، بس نسيت، فمفيش مشكله، كده كده الرز بتاعنا متغلف كويس. لو حسيت ان كميه السمنه اللي احنا حطيناها قليله، ضيفي كمان تاني، مفيش مشكله خالص. كده خلاص الرز معايا اتغلف كويس قوي زي ما شفتوا كده. هساوي بقى الطاجن بتاعي واحطه كده على جنب، ونجيب بقى السوائل بتاعتنا عشان اقول لكم ازاي تظبطوها. انا طبعا هنا قلت لكم ان انا مستخدمه 4 كوبايات من الرز. يبقى ايه بقى كميه السوائل المظبوطه اللي احنا هنحطها عليه؟ كل كوبايه رز عليها كوبايتين من السوائل. يعني انا هنا عندي 4 كوبايات من الرز، هضيف عليهم 8 كوبايات من السوائل. هنحط منهم 6 كوبايات من اللبن وكوبايتين ميه، علشان في الاخر يكون معايا 8 كوبايات من السوائل. لازم يا جماعه نضيف ميه، الميه بتخلي الرز بتاعك طعمه حلو ومظبوط. حتى لو عندك لبن تاني ما تحطيش كلهم لبن، حطي 6 كوبايات من اللبن واتنين ميه. يعني كميه الرز اللي انا بحطها ايا كانت بقى، بحط قدها مره ونص لبن ونص التاني ميه. السوائل بتاعتي بتكون دافيه، مش بتكون ساقعه من التلاجة ومش بتكون سخنه بتغلي. يعني اللبن بيكون دافي بس مش اكتر. بنقلب بقى الرز كويس جدا مع اللبن علشان ندوب برضو العسل والملح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. لو انت بقى حابه تدوقيه وتظبطي الملح بتاعه زي ما انت عايزه، بس خدي بالك الرز المعمر الملح بتاعه بيكون قليل شويه، يعني مش بيكون مظبوط، بيكون اقل من المظبوط كمان. كده خلاص ظبطت الطاجن بتاعي كويس جدا. كمان نسيت اقولك هنا ان اللبن اللي انا بحطه ده كامل الدسم، يعني اللبن بخيره بالقشطه بتاعته بكل حاجه. نيجي بقى لاهم فقره في الطاجن المعمر، واللي بتديله طعم ولون وشكل خطير جدا جدا، وهي بقى القشطه الفلاحي. طبعا انا بجيب اللبن بتاعي وبغليه عادي خالص وبدخله التلاجة، بيعمل معايا وش حلو كده او بيعمل قشطه. بجمعها وبحطها في علبه بشيلها في الفريزر، بطلعها لاي وصفات زي كده. جبت بقى القشطه الفلاحي دي وهبدا بغرق بيها كده وش الطاجن بتاعي، بحط كميه حلوه جدا. بصوا يا جماعه، مفيش دايت، مفيش حاجه اسمها كتير ولا اي حاجه. لازم تظبطي الطاجن بتاعك كويس قوي عشان تاخدي في الاخر طعم وريحه حلوه. طبعا القشطه دي لما بتخش الفرن كده تحت الشوايه بتسيح معاكي كده وبتستوي وبتديلك طعم السمنه البلدي. اول حاجه بقى دلوقتي في التسويه بتاعتنا، مش بندخله الفرن كده على طول. طبعا لو احنا عملنا كده هتبص تلاقي القشطه اللي احنا عملناها على الوش دي اتشربت ونشفت، وبقى الشكل اللي باين معايا شكل الرز، لكن مفيش طبقه خالص على الوش ولا وش متحمر ولا اي حاجه. انا بقى دلوقتي بدخل الطاجن بتاعي تحت الشوايه بس، لغايه بقى ما يتحمر معايا ويديني اللون الجميل اللي انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. لو الفرن بتاعتك بتولع فوق وتحت مع بعض، شوايه وفرن، شغلي الاتنين مفيش مشكله خالص. لو بتولع حاجه واحده بس، شوايه بس او فرن بس، يبقى في الاول هنشغل الشوايه زي ما انتوا شايفين كده علشان ناخد اللون المظبوط قبل بقى القشطه ما تختفي معانا ويتشربها الرز.
وبعد ما بناخد اللون الجميل ده بنولع الفرن وبنطفي خلاص الشوايه ونخليها على 160 او 180، يعني فرن هاديه كده شويه علشان الرز بتاعنا يستوي على مهله خالص ويطلع معاكي مظبوط من جوه، وما يشدش معاكي ولا ياخد لون زياده من تحت ولا اي حاجه. بياخد معايا ساعه في الفرن وبيطلع معايا مستوي ومظبوط وزي الفل. بعد ما بيخرج معايا من الفرن الوش بتاعه بيكون ناشف شويه، فبغطيه بقى باي غطا عندي. بتبص بقى بتلاقي البخار خلى الوش بقى يحن تاني وبقى طري معاكي وملبن زي ما انت شايفه بالشكل ده. مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي، ريحه السمنه مع القشطه بجد خطير جدا. شايفين بقى ما شاء الله الرز بتاعنا بيكون بالشكل ده، مش بيكون مفلفل، مش بيكون ناشف عن كده. ده رز معمر يا جماعه، مش رز مفلفل بنعمله زي رز حبه وحبه اللي بنعمله من فوق كده على البوتاجاز. ده رز كده شارب قشطه ولبن وزبده وحاجه كده تحفه. فلازم يطلع معاكي في سن تعجينه كده شويه، ما يطلعش معاكي مفلفل صريح زي ما قلنا كده زي الرز التاني. شايفين بقى ما شاء الله حاجه كده سهله وبسيطه، وبجد اعمليه بالطريقه دي هيطلع معاكي احلى رز معمر ممكن تاكليه في حياتك. وما تنسيش تقولي رايك في الكومنتات.